ازيكم يا شباب؟ انت كمبتدئ في الجيم محتاج ايه؟ نظام غذائي، مكملات، محتاج هرمونات، محتاج تشرب 10 لتر ميه في اليوم. هقول لك كل ده بس بعد الفاصل. دلوقتي انت كمبتدئ جاي الجيم، يا ترى هدفك من التمرين ايه؟ يا ترى جاي تتمرن عشان في بنت عايز تعجبها، ولا جاي تتمرن عشان عندك كرش وخلاص الجواز قرب وعاوز تلبس البدله وتظبطها عليك، ولا جاي تتمرن عشان صحتك اصلا وعاوز تظبط جسمك والشيب بتاعك وتفضل اللعبه معاك لايف ستايل زي شغلك وزي اكلك وزي شربك وزي قعدتك مع اهلك كل يوم، ولا ايه بالظبط؟ لو انت من الناس اللي هي عندها هدف حقيقي من اللعبه اللي هو انت نفسك، صحتك وثقتك بنفسك، وانك عايز تلبس التيشيرتايه وتكون تحت التيشيرتايه حكايه والجو ده، فانت كده تمام. لكن اي هدف غير ده هيبقى هدف سطحي، وفي الاخر وقت زوال الهدف هيزول كل حاجه. احكي لكم قصه صغيره. في يوم من الايام انا كنت رفيع جدا 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 فوق ما تتخيل. كنت دايما لما اجي البس اللبس الميديم، مش هقول لكم اللارج ولا هقول لكم يعني السمول، ده كان يجي عليا يا دوب. اما كنت بقيس اللبس واوريه والدتي كانت تقول لي يا ابني اللبس الميديم الميديم يا جماعه، يعني يا دوب السمول عليا مظبوط. اما كنت قايس الميديم كان بيبقى بالظبط عامل زي الاوفر سايز عليا. انا بصيت لنفسي وقلت ايه اللي انا فيه ده؟ يعني اخرته ايه؟ انا رفيع كده ومعضم واللبس مش حلو عليا ومناعتي ضعيفه ودايما تعبان وعندي برد واعصابي ضعيفه وقوتي ضعيفه. كل ده خلاني افكر ايه اللي ممكن يغير كل ده. قابلت واحد صاحبي بالصدفه. صاحبي ده كان تخين، لقيته ما شاء الله كده معضل وجسمه حلو وبني ادم تاني خالص شكلا وجسما. انبهرت بيه جدا وقلت له ايه اللي حولك كده وانت عملت كده ازاي وقعدت اساله اسئله ياما خلاني حبيت ان انا عاوز اخش اشوف الجيم ده ازاي بيحاول بني ادمين كده وبيغيرهم. وهو كان سبب ان انا اخد اول خطوه اللي انا اخش الجيم، وهو اول حد مسكني دمبل العب بيه. اللعبه دي ادمان، ادمان يا جماعه. والله اي حد مستمر في اللعبه دي هيقول لك يعني ايه ادمان. انت اليوم اللي انت اتمرنتش فيه تبقى قاعد كده مش مبسوط مش متظبط. انت كمبتدئ اسمع كلامي ده كويس. الناس اللي حواليك اللي انت بتشوفهم دول اللي هم الفورم الجامدين اللي بعضلات دول، هم ما اتولدوش كده. الراجل اللي انت شايفه قدامك ده ما نزلش من بطن امه بقى معضل وجامد وشكله كده وبيشيل ال 50 كيلو ولا ال 40 كيلو. هو شايل الاتنين ونص اللي انت بتشيلهم النهارده، وبكره هتشيل ال 50 كيلو ولا 40 كيلو ولا 20 كيلو. كلنا بدأنا كده. دايما يقولوا ان الصيد بيعلم الصبر، بس اللعبه دي بتعلمك الصبر فوق ما تتخيل. لعبه محتاجه واحد خلقه واسع، وانا ما انكرش ده. يجي واحد يقول لي انا كنتش بقالي اسبوعين في الجيم ومش باين عليا حاجه، انا كنتش بقالي شهر وما بانش عليا حاجه. البنى العضلي ده لو في يوم وليله وبالطريقه دي كنا زماننا كلنا بيج رامي او فيل هيز او ارنولد. اكيد الموضوع مش بيمشي كده. ربنا خلق الدنيا في 6 ايام، وربنا بايده ان هو يخلق الارض والسماء وكل الكون ده في غمضه عين، يقول له كن فيكون. بس ربنا بيعلمنا ازاي ان احنا نصبر ونسعى عشان نوصل لهدفنا. وعلى فكرة انت مش بتحتاج سنين وقرون عشان توصل. انت لو التزمت 6 7 شهور 10 شهور سنة بتلاقي نفسك بني ادم تاني خالص. بس انت عايز كل حاجة بالسهل، عايز كل حاجة تجيلك لحد عندك. بعد ما تخش الصالة بقى هتقول لي اه بقى انت هتقول لي اعمل دايت و5 وجبات واتمرن ساعتين ومش عارف لازم التمرين يبقى في ميعاده والوجبة في ميعادها. لا مش هقول لك كده خالص. اول حاجة كمبتدئ ان انت تبقى ملتزم. يعني ايه ملتزم؟ الساعة بتاعت التمرين دي اهم ساعة عندك في يومك، زي شغلك، زي ما بتقعد مع اهلك، زي ما بتاكل، زي ما بتشرب، زي ما تخش الحمام. دي بالظبط اعتبرها من الاحتياجات مش من رفاهيات. التمرين ده حاجه اساسيه انا ملتزم بيه. انا النهارده هخش الجيم ساعه هتمرنها 3 ايام في الاسبوع 5 ايام في الاسبوع، دي ساعه اساسيه. جالك عذر مثلا طارئ في ال5 ايام او 3 ايام، ده وارد عادي. لكن ما اجيش بقى على العذر ده اقول اصلك انا كنت المفروض اتمرن النهارده وجالي مشوار فجيت بعديه بكره قلت بقى خلاص هريح بقيه الاسبوع ابدا الاسبوع الجاي. اليوم اللي فاتك خلاص فاتك. اليوم اللي بعده تنزل على طول تكمل تمرينك عادي خالص. لكن ما تجيش تقول لي اه اصلك انا غبت الاربع فقلت بكره الخميس فخلاص بكره الخميس فمش هتمرن بقى ابتدي من يوم السبت. ما تعملش كده. هتلاقي نفسك مره مع مره مع مره بتكسل. طب انا يا كابتن التزمت في التمرين الساعه اللي انت قلت لي عليها هتمرنها، انت جيت لي وقلت لي انا بتمرن زي ما حضرتك بتقول لي والدنيا تمام. ايه الخطوه اللي بعد كده؟ انا الجيم بقى بالنسبه لي حاجه اساسيه، عاوز اخد خطوه بعد كده اطور بيها من جسمي واظبط حالي بقى بحيث ان جسمي يعلى وانا احس ان انا ايه في تغيير واكسر الروتين. ما تجيش بقى تقول لي اكسر الروتين باللي انا غير لي التمرينه دي اصلك انا زهقت من التمرين. انت اصلا لسه ما عملتش حاجه عشان تزهق. انت لسه ما خدتش التمرين دي بالتكنيك كامل صح، عدتك تمام، وصلت فيها الاوزان، فانت خلاص بقى مليت يا عيني وانت وصلت للفولي فعاوز تغير.
لا خالص. انا مش هقول لك بقى التزم بوجبات، مش هقول لك لا انت لازم مش عارف تاكل ايه على الفطار ولا على الغداء، لا. بس هقول لك انت عندك حاجتين اساسيتين. اول حاجه السكر على قد ما تقدر تقلله. مثلا في ناس يقول لي انا ما بشربش في كوبايه الشاي اقل من 4 معالق سكر، كتير جدا 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 على صحتك وعلى قلبك وعلى سكرك وعلى ضغطك وعلى كل حاجه. قلل كميات السكر بتاعتك دي للنص. يعني مثلا هنفترض ان انت بتاخد في اليوم 10 معالق سكر، تمام، هنخليهم 5 بس. هتقول لي ايه ده، هي 5 معالق سكر لحلقه اصلا، دول هم دول اللي الدنيا واقفه عليهم؟ اه والله صدقني الدنيا واقفه عليهم. لو بتاكل في اليوم مثلا 5 ترغيفه، خليهم رغيفين بس. هتقول لي يا كوتش ازاي ده، انا مش هقدر، مش، لا هي مش نهايه الدنيا، انت مش هتموت، انت مش من اساسياتك العيش والسكر عشان تبقى عارف يعني. انت نفسيا اللي بتأهل نفسك اللي انت مش هتقدر تكمل من غيرهم. هو بس الفكره ان في الاول مودك بيتغير، بعد كده الدنيا بتمشي تمام وبتكمل. لا يا كوتش انا بعشق الحلويات، انا ما اقدرش ما اعديش يومي غير لما اكل لي نص كيلو هريسه. انت اللي جاي وعاوز تغير من نفسك، مفيش حد غيرك هو اللي بيحط العوائق دي لنفسه. خلصنا اول جزء التمرين الالتزام، خلاص انت بقيت بتيجي الجيم وملتزم وخلاص بقيت ماشي، اللي انت بتقلل عيش وسكر. تيجي تقول لي بقى انا متحمس جدا، انا 4 5 زوايا دول ما بيكفونيش، ادينا كوتش 8 9 10 زوايا. هو اللي بينفخ 10 نفخات في كيس زي اللي بينفخ 5 نفخات؟ اولا المثال ده بزراميط يعني، ملوش اساس من الواقع اصلا. عشان تبني عضل لازم ترتاح ولازم تنام كويس. طب هتقول لي النوم الكويس ده عدد ساعات، انت ممكن تروح الساعه 3 بالليل بس تنام كويس، ممكن تروح الساعه 2 بالليل وتنام كويس. اه احنا متفقين في ساعات للنوم هي الساعات الصحيه، بس انا ما قدرتش اوفيها، مش عضلاتك مش هتتقمص وهتقول لك انا مش طالعه. الفكره كلها ان انا انام عدد ساعات من 6 ل 8 ساعات كويس جدا، انامهم نوم مريح. ان انا اريح من التمرين مرتين على الاقل في الاسبوع. وارد تريح متى؟ وارد كراجل بتتدرب تمرين عادي، انت ولا عندك بطوله ولا وراك مشوار ولا ماضي عقد مستني يطلع لك عضلات في 6 شهور ولا في سنه، انت راجل جاي عاوز تبقى راجل فت كده جميل، تلبس التيشيرتايه، تلبس البنطلون، تلبس البدله، بتعرف تشيل ابنك، بتعرف تجري، بتعرف في شغلك تقعد على المكتب كده مش حاسس ان ظهرك وجعك ولا حاسس ان دراعك منمل. كل ده انت جاي عشان تعمله. هنيجي لتالت حاجه، اللي انت ما ينفعش تكتر من التمرين. ما ينفعش تقول لي اتمرن 9 10 زي اصلك انا لسه فيا باور. اهو الباور اللي فيك ده هو ده اللي هيبني لك عضلك. ازاي بقى؟ هتقول لي انا اتمرنت 5 زوايا ولسه فيا باور. هقول لك روح البيت ارتاح، كل لقمه بتاعتك اللي انت هتاكلها في الغالب المفروض تبقى صحيه، حتى لو مش صحيه تبقى نص صحيه. مع الباور اللي عندك ده العضله هتبتدي يحصل لها استشفاء وهتكبر. الباور ده هيساعدك في بناء العضلات. هتقول لي ليه؟ هقول لك ليه. لانك كتر التمارين ممكن تؤدي الاوفرلود، والاوفرلود ده يعمل لك انهاك على المفاصل، يبوظ لك مفاصلك ويبوظ لك اوتارك. تلاقي نفسك بعد ما كنت بتعافر بقى وعامل فيها دونجوان وبتلعب، تلاقي فجأة كوعي وجعني، كتفي وجعني، صدري وجعني. ما كنتش وانا بخس ليه؟ ما انت يا عم ما بتوفيش اصلا قد التمرين ده اكل. ده واحد لما بيحضر البطوله ما بيلعبش 10 زوايا. انت بتاكل 5 وجبات في اليوم، متروسين كارب متروسين بروتين وفيها نسبه دهون صحيه؟ مستحيل، معظمنا ما بيعملش كده. في التمرين العضله دي عامله زي ايه؟ بتعورها تعويره. حلو الكلام. انت ما بتتعور تعويره، بتدوس عليها عشان تخف ولا بتسيبها وبتهتم بيها وتعقمها؟ بتعالج التعويره اللي بتتعورها، ما بتقعدش تدوس عليها. كل ما بتدوس عليها بتفضل تنزف وتفضل مفتوحه. نفس الفكره في العضلات، انت وانت بتتمرن انت بتعور العضله. هتقول لي يا كوتش طب انا ما بيحصليش اصابه بتمرن 9 10 زوايا؟ ده دلوقتي هيحصل مع التراكم، هيحصل اكيد 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 هتتعرض لاصابه. وعلى فكره في الغالب الاصابه اللي هتجيلك اصابه دايمه، حتى لو خفت شويه هتفضل موجود. واسال اي حد مجرب الموضوع ده هيقول لك على الموضوع ده ان فعلا اي حد كان بيقاوح في الموضوع ده وصل لدرجه ان جاله اصابه. حاجه من الاثنين، يا بطل تمرين خالص وبقت الاصابه عنده دايمه، يا اما هو ملازمه الاصابه وبيتمرن بس بيعمل لها الف حساب. بعد ما كان بيشيل بال 40 وال 50 كيلو وال 30 كيلو بقى بيشيل ال 20 كيلو وال 15 كيلو وبالعافيه كمان. معظم الناس اما يجوا يلعبوا التمرين بيبقى متارجتين على 10 عدات، مش متارجتين على التكنيك. على فكره اللي بيطلع العضلات التكنيك مش ال 10 عدات. هتقول لي يعني انا اجيب 6 7 عدات بتكنيك صح احسن ما اجيب 10 عدات؟ هقول لك احسن ما تجيب 20 عده. يعني لو جبت لي 6 7 عدات بتكنيك مظبوط وباداء صحيح احسن بكتير بالنسبه لي من 20 عده. وعلى فكره ده اللي هيطلع لك عضلاتك ويقلل تعرضك للاصابه. كل ما هتلعب صح اصابتك قليله، عضلاتك بتكبر. اقسم بالله لو بتلعب حتى لو بتجيب 5 عدات صح بس احسن من واحد بيتارجت 10 12 عده بيكروت في 3 ارباعهم. فالتكنيك اهم من العدد. هتكلم على نوعين من الناس، في ناس وزنهم بيزيد او وزنهم زايد اوريدي وهم بيجوا يتمرنوا في الجيم صح كده. حاجتين تعملهم اساسيين، اولا ما تجريش، ما تلعبش كارديو بغباء، يعني ما تتغباش على نفسك في الكارديو، ودي حاجه مهمه جدا.
تقعدش تجري وتتنطط وتعمل وتروح وتيجي تقول لي اصلك انا عايز اخس في اسرع وقت. الحاجه دي مش هتخسسك في اسرع وقت، بالعكس دي هتبوظ مفاصلك في اسرع وقت. طب هتقول لي اعمل ايه يا كوتش؟ هقول لك العب تمرينك الساعه الا ربع حديد، وخش لك من 30 ل 40 دقيقه كارديو، امشي فيهم، نوع بين المكن عادي جدا مفيش اي مشكله، بس الافضل المشايه والاوربت تراك تلعب عليهم، والعب باداء شدته متوسطه ولا عاليه ولا واطيه لحد ما توصل لوزن كويس ومرونه كويسه تقدر بيها اللي انت تزود. لكن ما تجيش يبقى وزنك زايد قوي وعايز تتنطط لي على مفاصلك وانت اصلا عمرك في حياتك ما شلت حتى من الارض طوبه. ما ينفعش. زي ما قلت لك قبل كده، تقلل سكرياتك وتقلل عيشك على قد ما تقدر. مش بقول لك اقطعهم خالص في الاول، لو قدرت اللي انت تعمل دول هتقدر انت تظبط نظام غذائي. طب هتقول لي اظبط نظام غذائي بقى وجبات في مواعيدها؟ لا خالص. مثلا انت بتقدر تفطر وتتغدى وتتعشى، انا عارف ان انا بلبخ في الغدا، يبقى افطاري دايت مثلا وعشاء دايت، وايه الغدا بلبخ فيه شويه، ماشي يا عم، مبدئيا حلو جدا. الاكل 60 او 70% من الجيم. بالنسبه بقى للناس الرفيعه اللي عايزه تتخن، هقول لك مبدئيا كده ما تهلكش نفسك في التمرين. فانت حلك ايه؟ تهتم بكربك جدا، الكرب اللي هو رز، شوفان، بطاطا، بطاطس، تهتم بيهم جدا. يعني ايه اهتم بيهم جدا؟ يعني اكل على قد ما اقدر كميات. الكميات دي كلها مره واحده؟ لا، على مهلك خالص. كل في اليوم وزعهم على مدار اليوم. انا باكل مثلا 3 وجبات بينهم كده هاكل بطاطا. انت بتحب البطاطا؟ كل بطاطا. تحب البطاطس؟ كل البطاطس. تحب الرز؟ كل الرز. وعلى قد ما تقدر. ما تجيش تقول لي انا اكلت بطاطستين ومش عارف ايه، لا، كل لك 3 4 بطاطسات في كل مره. قبل التمرين هاكل مثلا طبق رز، هاكل طبق شوفان، ايا كان. مش هتقدر اعمل شيكات. الشيك ده عباره عن مثلا تحط شوفان عليه موز عليه عسل ابيض عليه لبن، تظبط الشيك كده تشرب لك مره مرتين في اليوم. طب انا من الناس اللي ما بتاكلش كارب ياما ومعدتي لسه مقفوله، ما تروحش تجيب ماس جينر. انا بقول لك الماس جينر هيبقى تقيل على معدتك. طب هتعمل ايه؟ انا من رايي الشخصي كمدرب، وممكن ناس تتفق وممكن ناس تختلف معايا، بس انا بعمل كده. انا بنصح الشباب المبتدئ ياخد كارب عباره عن كارب جاهز زي البروتين الجاهز بالظبط. ده بتشربه من مرتين لثلاثه في اليوم. انا عايز اقول لك حاجه بسيطه جدا. انت ممكن تقول لي الوزن ما بيزيدش او جسم ما بيكبرش، وانا معاك جدا، بس ساعات عضلاتك اللي بتتطور. يعني ساعات بيبقى واحد حجمه ما زادش بس جسمه حلو، ودي احسن من كتير من واحد زي البالونه ويجي على قدامك التيشيرت. انت نفسك لو جبت واحد وقلع قدامك التيشيرت وهو مدهن او مدهن بس هو باين قدامك ضخم، يعني هو لابس تيشيرت ضخم وطول بعرض وبتاع، يجي يقلع قدامك تقول يا ايه ده هو شكله عدى، هو لابس تيشيرت احلى. وشاب تاني جنبيه اقل منه في الحجم يكاد يكون نصه، بس تناسق جسمه وعضلاته مع بعض شداك تقول ده انا نفسي جسمي يبقى زي ده. ايه اللي عجبك فيه؟ التناسق، التطور العضلي اللي وصل له عجبك فيه جدا. فانت مش بالضروره تنعى هم الحجم. ما تجيش تقول لي اصلك انا نفسي حجمي يكبر ونفسي، لا، ملهاش علاقه. انت ممكن حجمك يقف عند ميزان معين بس جسمك بيتطور، شكل عضلاتك بيبقى احلى. هتقول لي التطور بيجي منين؟ من حاجتين: اهتمامك بالتكنيك، وتطور بقى من نظامك الغذائي. الفكره كلها مش صعبه. هو كده كده في الاول في الاخر يومك هتاكل وهتشرب فيه، ده طبيعي جدا، مش هتعدي يومك غير انت واكل وشارب. فانا ليه ما اكلش واشرب حاجه تظبطني؟ وما نفسي في حاجه هاكلها. ما فيش حد هيقول لك حاجه، ما فيش حد هيضربك على ايدك يقول لك ما تاكلش. هتقول لي هفضل طول عمري اتمرن؟ لازم تفضل طول عمرك تتمرن وطول عمرك تفضل تحافظ على صحتك. مين فينا مش هيفضل طول عمره يشتغل؟ صحتك اللي هتزقك لشغلك. احنا عارفين كلنا الرياضه شباب، مهما بتكبر في السن بيبقى عندك كده رونق كده ما بيبقاش موجود في شخص عادي ما كانش بيمارس الرياضه اصلا. ما تنساش، عايزين نقول تحت التيشيرتايه حكايه. شكرا ليكم، اتمنى تكون الحلقه عجبتكم. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه وتشتركوا معايا وتدعموني في فيديوهاتي. اي حد عايز يسالني على اي حاجه في الكومنت هجاوبه ان شاء الله. حاجه خاصه بالجيم، حاجه خاصه بالاستغذاء، حاجه خاصه بالتمرين، اكيد ان شاء الله هجاوبه. وتستنوني في الحلقه الجايه ان شاء الله. السلام عليكم.